المنتخب شارك في كان الكوديفوار للمرة 21 في تاريخه و16 على التوالي، على أمل أنه يزين المريول بالنجمة الثانية فوق الشعار بعد التتويج الوحيد اللي كان عام 2004. كانت ثقة الشعب التونسي كبيرة في الجيل الحالي للمنتخب، جيل قلنا لكنا أنه قادر يروح بالأميرة الإفريقية بعد 20 سنة من الغياب على بوديوم الماما أفريكا. أما صدمة كانت كبيرة من الماتش الأول. المحاربون الشجعان لمنتخب ناميبيا تمكنوا من النصور القرطاجنية بعد فوزهم علينا في الجولة الافتتاحية. خسارة أولى وبعدهم 2 تعادلات قدام مالي وجنوب إفريقيا خرجونا من السباق القاري على بكري. تونس تغادر المعترك القاري من دور المجموعات للمرة الأولى منذ نسخة جنوب إفريقيا 2013. الإقصاء كان مرير علينا الكل بكل صراحة، والشعب الكل طالب بصوت واحد بإقالة كل المشرفين على المنتخب من فنيين وإداريين، وحتى بعض اللاعبين طالبوهم بالاعتزال الدولي. كنا ننتظر اعتذار رسمي من الشعب التونسي يهبط في الصفحة الرسمية للجامعة التونسية لكرة القدم، إلا أنه كما توقف مشوار المنتخب في الكان، توقفت منشورات الجامعة عند منشور إعلان نتيجة الشوط الأول في الجولة الثالثة قدام منتخب جنوب أفريقيا. ومن بعد وفات الرحلة، أو بالأحرى بدأت رحلة العودة إلى تونس. بعد بنهارين الجامعة التونسية تنشر بلاغ تعلن فيه إنهاء مهام الإطار الفني للمنتخب، تعيين البوسعايدي والوحيشي في انتظار تكوين لجنة لاقتراح مدرب جديد، دون ذكر أي كلمة من جذر عين ذال راء، دون اعتذار من الشعب التونسي على الخيبة الثانية بعد الفشل في تحقيق هدف مونديال فيفا قطر 2022 اللي كان تجاوز عقبة الدور الأول للمرة الأولى في التاريخ. مش قال جنيح الاعتذار حاجة معناتها بديهية، ماهيش حاجة معناتها كبيرة ياسر أنه الواحد باش يعتذر على خروجه من البريمير تور. جلال القادري زاد اكتفى بالاعتذار في تصريحاته لوسائل الإعلام. أما الملاعبية بعد التصفيق للجماهير الغاضبة بعد ماتش جنوب أفريقيا ما اعتذر حتى حد. كان منتصر الطالبي خذا من وقته وقام باعتذار على حسابه الرسمي انستغرام، أبرز اللي قال فيه: مش بالسهل باش نعبر بعد خيبة الأمل الكبيرة، قال نحب نعتذر بشدة على عدم تحقيق الأهداف المأمولة في الكان، كنا ناويين نقدموا أفضل منافسة وأبعد ما يمكن نمشيو، أما ما نجمناش نخليو التوانسة الكل بينا فخورين. جهودنا ما كانتش كافية، حتى الاعتذار مش كافي. أذيك الكورة فيها طلوع وهبوط، تسحر أما زادة قاسية، وغضبكم مفهوم، أما اليوم وأكثر من أي وقت يلزم نتحدوا، نتعلموا من أخطائنا، ودعمكم ضروري باش نرجعوا أقوى. في آخر كلامه شكر الشعب التونسي على دعمه وحتى انتقاده، وقال اللي تمثيل تونس كان أعظم فخر وباش يبقى إلى الأبد، وعد بالخدمة بجدية كبيرة، وقال توا من نجموا كان نتعلموا من أغلاطنا باش نتعداو مع بعضنا المحنة هذه ونبنيو مستقبل خير للكرة التونسية. وتحية تونس. وذلك أضعف الإيمان يا الطالبي، خاطر الاعتذار ما نجم يكون كان من شيم الكبار.